النهاردة هنتكلم عن مشكلة الناس اللي ما بتحبش صوتها. عندنا 3 حلول للمشكلة دي. أهلا بيكم في بودكاست جديد من كرمال الصوت مع مروة الإبياوي. خليكم معايا. أول حل هو التقبل، إنك تتقبل صوتك، وإنه طبيعي جدا بالنسبة لكل الناس إن هم يحصل معاهم ده. وعشان كمان تحب صوتك، هات ورقة وقلم واكتب كل الانتقادات اللي جاتلك عن صوتك أو الانتقادات اللي بتوجهها لنفسك، وبعد ما تكتب الورقة دي قطعها وابدأ من جديد دور على نقاط القوة والضعف في صوتك عشان تحلها. الحل التاني، لا تقارن. ما تقارنش صوتك بصوت حد محترف أو بصوت زميلك أو بصوت حد بقاله كتير في المجال. انت ما تعرفش هو بيعمل ايه عشان وصل للمرحلة دي. لو قارنت نفسك بصوت حد تاني انت كده بتظلم نفسك قوي، لأن صوتك يونيك. دور على مميزات صوتك وخصائصه وابدأ اشتغل عليها، وبلاش تبص لصوت حد تاني. الحل التالت، لا تنتقد. وقف النيجاتيف انر فويس اللي بيكون شغال دايما معاك وانت بتعمل اي اداء، او انت بتقرا اي نص، او حتى بتستمتع بادائك او بصوتك. دور او دوري على حاجه واحده بس تحبي صوتك عشانها. يا ترى صوتي جميل؟ يا ترى صوتي دافي؟ مخارج الالفاظ حلوه؟ وبالتالي هتبدأ تدور أو تعمل الكاميرا اللي عاملة فوكس على الانتقادات تخليها تدور على الإيجابيات. مش معنى كده إن إحنا مش هنعالج نقاط الضعف في صوتنا، بالعكس إحنا عندنا كورس كامل فن الدوبلاج والتعليق الصوتي، بنساعدك إنك تدور على نقاط القوة في صوتك وتظهرها من خلال تمارين وتدريبات وتقنيات، وكمان بنساعدك إنك تعالج نقاط الضعف. إن شاء الله بإذن الله انتظروني في بودكاست جديد وحل جديد لكل مشاكلكم الصوتية بإذن الله.